بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب سنة تالتة إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع حل محافظة القليوبية. حل محافظة القليوبية، يا رب تبقى مراجعة نافعة ومفيدة للجميع بإذن الله. لو عجبتك المراجعة اشترك في القناة، فعل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. أول سؤال السنة اللي فاتت في محافظة القليوبية كان جايب خريطة لأمريكا الجنوبية، وسأل رقم 1 مدار. قولوا معايا يا شباب، ده مدار ايه؟ فعلا مدار الجدي. اما دائرة العرض اللي فوق دي طبعا دائرة عرض الاستواء. رقم 2 هضبة، الهضبة اللي موجودة تحت خالص. ايوه برافو عليكم، فعلا هضبة باتاجونيا. انا عندي في قارة امريكا الجنوبية 3 هضاب. هضبة في الشمال في المكان ده اسمها هضبة جيانا. هضبة في الشرق في المكان ده اسمها هضبة البرازيل. وهضبة البرازيل أوسع وأعلى هضاب القارة. الهضبة اللي تحت اللي احنا لسه قايلينها اسمها هضبة باتاجونيا. السؤال رقم 3، أكبر دول القارة سكانا. أكبر دولة في قارة أمريكا الجنوبية سكانا دولة أيوة برافو عليكم، دولة البرازيل. طيب رقم 4 إقليم مناخي. الإقليم المناخي ده اسمه إيه؟ أيوة برافو عليكم، اسمه الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي عشان بيعدي بيه دايرة الاستواء. طب أهم الأقاليم المناخية اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية. في إقليم مناخي في المكان ده في هضبة البرازيل اسمه الإقليم المداري. في إقليم مناخي موجود في المكان ده في الساحل الأوسط بدولة تشيلي، إقليم البحر المتوسط. في إقليم مناخي موجود فوق هضبة باتاجونيا في المكان ده اسمه إقليم غرب أوروبا. في إقليم مناخي في المكان ده اسمه إقليم صيني. السؤال الثاني، اكتب المفهوم الجغرافي الذي تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. الدولة التي تتكون من جزيرة أو أكثر، أو قد تكون جزء من جزيرة. ده تعريف إيه؟ أيوة برافو عليكم، فعلا دولة جزرية. 2 سهول فيضية بتمتد في قارة أوروبا من المحيط الأطلنطي غربا لحد جبال أورال شرقا. أيوة فعلا السهل الأوروبي العظيم. بما تفسر، تعد جزيرة جاوا أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان. ليه جزيرة جاوا اللي موجودة في قارة آسيا أكثر مكان زحمة في العالم؟ قولوا يا شباب. أيوة فعلا لأنها ذات تربة جيدة. طب بما تفسر اختلاف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم. ليه خصائص الاقتصادية بتختلف من دولة لدولة؟ أنا عندي 4 أنواع من الخصائص الاقتصادية. عندي دول ذات دخل اقتصادي مرتفع، دول ذات دخل اقتصادي فوق المتوسط، أقل من المتوسط، ومنخفض. ليه الاختلاف ده؟ سببه إيه؟ قولوا يا شباب. أيوة فعلا بسبب تنوع الأنشطة الاقتصادية ودخل السكان. يبقى لما أقول لك بما تفسر اختلاف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم، هتقول بسبب تنوع الأنشطة الاقتصادية ودخل السكان. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تمر الدائرة القطبية الشمالية بقارات آسيا وأوروبا أيوة فعلا أمريكا الشمالية. 2 ينتمي معظم العرب إحنا إلى السلالة أيوة السلالة القوقازية. 3 يتركز السكان في كندا في المدن الكبرى مثل مدينة أيوة مدينة مونتريال فعلا. إنما لو قال لك في المكسيك تقول له مدينة مكسيكو. 4 تسقط أمطار الإقليم المناخي الموسمي وكمان المداري في فصل أيوة في فصل الصيف. إنما البحر المتوسط هو اللي في الشتاء، وباقي الأقاليم كلها طوال العام. تاني، إقليم البحر المتوسط هو الوحيد اللي أمطاره بتنزل في الشتاء. الإقليم المداري والموسمي هما الاتنين بينزلوا في الصيف، وباقي الأقاليم بتنزل طوال العام الأمطار فيها. السؤال رقم ب، ما النتائج المترتبة على ارتفاع نسبة صغار السن في الدول النامية؟ سهل السؤال ده. هنقول الإجابة: تحمل الدولة ميزانية ضخمة لتوفير
الغذاء، الملبس، الرعاية الصحية والتعليم وغيرها. تاني، تحمل الدولة ميزانية ضخمة لتوفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليم وغيرها. طب ما النتائج المترتبة على اتساع سواحل أوروبا وكثرة تعرق سواحلها؟ ده سؤال سهل جدا. أيوة فعلا، بسبب سهولة أو أدى ذلك إلى سهولة إنشاء الموانئ الطبيعية حولها. السؤال رقم ج، حدد الأقاليم المناخية التي تنمو فيها الأشجار الآتية. هو مش عاوز الإقليم النباتي، عاوز الإقليم المناخي. الإقليم المناخي، اقرأ السؤال بتأني. الماهوجني، شجر الماهوجني بينمو في أنهي إقليم؟ طبعا هو بينمو في الغابات الاستوائية، وإحنا عارفين إن الغابات الاستوائية بتنمو في الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي. طيب ماشي. 2، جوز الهند. جوز الهند طبعا بتنمو في الغابات الموسمية، والغابات الموسمية بتنمو في الإقليم الموسمي. تمام. طب الصفصاف، الصفصاف بيطلع في الغابات الإقليم الصيني، والمناخ فيه أو الإقليم المناخي فيه اسمه الإقليم الصيني. طب الصنوبر، الصنوبر طبعا بيطلع في الغابات المخروطية، والغابات المخروطية بتنمو في الإقليم اللورنسي. برافو عليكم والله. نتنقل بعد كده للتاريخ. أول سؤال كان في التاريخ، صوب ما تحته خط. بعد موقعة جالديران عام 1514 اتجه السلطان سليم الأول بجيشه العثماني إلى الدولة المملوكية في مصر أيوة فعلا، مصر والشام. 2، واصلت القوات الفرنسية زحفها للقاهرة، فالتقت بقوات المماليك بالقرب من شبرخيت في شبرخيت كانت موجودة في محافظة إيه؟ أيوة فعلا، محافظة البحيرة. 3، أتم الخديوي إسماعيل الخط الحديدي بين القاهرة والإسكندرية؟ لا، الإجابة طبعا سعيد باشا. هو اللي بدأ في إنشاء أول خط سكة حديد في مصر، كان عباس باشا الأول. وبعدين الخديوي سعيد أو سعيد باشا كمله وعمل خط آخر تاني. 4، قام الخديوي توفيق بتكليف رياض باشا بتأليف وزارة جديدة في 20 يونيو 1882 بعد أن ظلت البلاد بدون وزارة لمدة أسبوعين، بعد ما محمود سامي البارودي قدم استقالته احتجاجا على المذكرة المشتركة الثانية. فضلت البلاد من غير وزارة لمدة أسبوعين، فكلف الخديوي توفيق مين بتشكيل وزارة جديدة؟ أيوة فعلا، راغب باشا. السؤال اللي بعده، دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية: أيقظت الحملة الفرنسية الروح القومية لدى المصريين. الدليل إن الحملة الفرنسية هي اللي أيقظت الروح القومية لدى المصريين. أيوة برافو عليكم، صح، حيث تمسك الشعب المصري بحقه في إيه؟ في الحرية واختيار حاكمهم، فاختاروا محمد علي واليا على مصر. تدلل اتبع محمد علي سياسة تهدف إلى السيطرة على الإنتاج الاقتصادي، أو ممكن يجي لك بشكل تاني يقول لك دلل طبق محمد علي سياسة الاحتكار على الإنتاج الصناعي. هنقول له إيه؟ هنقول له حيث أمد الصناع بالمواد الخام اللازمة للصناعة. أمد الصناع بالمواد الخام اللازمة للصناعة، وشراء المنتجات الصناعية بالثمن الذي تحدده الحكومة. طيب 3، دلل اتجه محمد فريد إلى الجهاد ضد الاحتلال البريطاني والخديوي في وقت واحد، أو ممكن يقول لك السؤال بما تفسر اتجه محمد فريد إلى الجهاد ضد الاحتلال البريطاني والخديوي في وقت واحد. الإجابة واحدة، هنقول حيث تحول الخديوي عباس حلمي الثاني عن مؤازرة الحركة الوطنية إلى موالاة الاحتلال البريطاني، لأن الخديوي عباس حلمي الثاني اتحول من مساعدة الحركة الوطنية إلى مساعدة الاحتلال البريطاني.
طب دلل. أعطى دستور إبريل 1923 سلطات واسعة للملك. أيوه فعلا، حيث أعطى للملك سلطات واسعة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، فأصبح من حق الملك حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات جديدة. تمام؟ أو ممكن يقول لك وضح عيوب دستور 1923. هتقول أعطى للملك سلطات واسعة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأصبح للملك الحق في حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات جديدة. السؤال اللي بعده: ماذا كان يحدث إذا نجحت حركة علي بيك الكبير الاستقلالية؟ اللي كان هيحصل؟ اللي كان هيحصل لاستمر حكم المماليك، وما عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد بيك أبو الدهب. طب ما رأيك في قيام محمد علي بإلغاء نظام الالتزام؟ لما يجي لك سؤال ما رأيك كأنه ادالك هدية بالظبط في الامتحان. أي رأي هتكتبه في السؤال ده، بس بشرط يكون في الموضوع، هتاخد درجة السؤال كامل. يعني مثلا هنجاوبه بالشكل ده، هتقول أرى أنه تصرف جيد. ليه؟ لأنه أدى إلى تقدم الزراعة في عهد محمد علي. السؤال الرابع: اكتب اسم الشخصية التي تتحدث عن نفسها، أي انسب العبارات الآتية لأصحابها. اقترحت تعيين خورشيد باشا واليا على مصر. مين اللي اقترح إن خورشيد باشا يبقى والي على مصر عشان ما يبانش إنه يكون طمعان في الحكم؟ أيوه فعلا محمد علي. خفضت حجم الجيش وعطلت أعمال الترسانة البحرية. مين ده؟ أيوة فعلا عباس باشا الأول. أعدت المراقبة الثنائية ورفضت اللائحة الأساسية، وحطيت نفسي تحت تصرف حكومتي إنجلترا وفرنسا بإسناد الوزارة لرياض باشا. مين اللي عمل العملية دي كلها؟ أيوة فعلا الخديوي توفيق. قمت بإعادة العمل بدستور عام 1923 لما اعترض الشعب المصري على دستور 1930، لأنه كان بيدي للملك المزيد من السلطات وأهمل حقوق الأمة في مواضع كثيرة. مين اللي رجع دستور 1923؟ طبعا الإجابة الملك فؤاد. السؤال اللي بعده: بما تفسر كانت إنجلترا تسعى لتولية محمد بيك الألفي حكم مصر؟ لإنجلترا كانت عاوزة تعين محمد بيك الألفي حاكم على مصر بدل من محمد علي. طبعا الإجابة حتى تطمئن على مصالحها الاقتصادية في المنطقة. حتى تطمئن على مصالحها الاقتصادية في المنطقة. بما تفسر تدخل الدول الأوروبية في مفاوضات مع السلطان العثماني لفرض ما تراه من شروط على محمد علي؟ أو بما تفسر عقد معاهدة لندن عام 1841؟ إيه سببها؟ الإجابة لأن الدول الأوروبية أدركت أي اتأكدت أن محمد علي أصبح يمثل خطر على التوازن الدولي بسبب انتصاراته على السلطان العثماني وزيادة نفوذه. السؤال اللي بعده: بما تفسر يعد عهد الخديوي إسماعيل من أخطر الفترات اللي تعرضت لها مصر من تدخل أجنبي في شؤونها؟ الخديوي إسماعيل فترة حكمه بتعتبر من أخطر الفترات اللي عدت على مصر. ليه؟ الإجابة بسبب الأخطاء اللي ارتكبها، بسبب الأخطاء التي ارتكبها والتي أدت إلى تدهور مركز مصر المالي وانهيار استقلالها السياسي. تدهور مركز مصر المالي وانهيار استقلالها السياسي. بما تفسر وضع شريف باشا اللائحة الأساسية غير متضمنة حق مجلس النواب في مناقشة الميزانية. ليه شريف باشا كان شايف إن مجلس النواب مش لازم يناقش الميزانية؟ ليه؟ أيوة لتجنب الصدام مع الدول الأوروبية. السؤال رقم ج: حدد المصطلح الذي تدل عليه كل عبارة مما يأتي. رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره ودفعه عن البلاد بمختلف الوسائل. أيوة فعلا المقاومة.
خضوع مصر المطلق للاحتلال البريطاني، ده اسمه ايه؟ ايوه فعلا اسمه حماية بريطانية. وبكده يا شباب اكون خلصت المحافظة. استنوني في محافظة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.